السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كما على بالكم رمضان راهو على الابواب ان شاء الله، واليوم حبيت نشارك معكم واحده من التحليات اللي على بالي راح نديروا بها حاله في رمضان هذا ان شاء الله، واللي هي تحليه كريمه الجوز. دونك تبعوا معايا هذا الفيديو، راح نشارك معكم تفاصيل كامله ان شاء الله. اول حاجه راح نجيبوا كاسرونه ولا طاوه نحطوا فيها نص اطره تاع الحليب اللي تكون بارده. راح نضيفوا المكونات الاخرى اللي هي راح نحتاجوا 3 مغارف تاع السكر اللي يكون حرش، يعني ماشي سكر غلاس، السكر العادي 3 مغارف كبار، مغرفه الاكل العاديه. وراح نضيفوا عليهم 3 مغارف تاع النشا ولا المايزينا. دونك البنات هذه التحليه راح تكون بديل تاع الفلون ولا تحليه خفيفه. على بالي راح تعجبكم. كاين الناس اللي ما يحبوش ياكلوا الفلون ولا ما يشتيوهش بزاف، ولا تحبوا تبدلوا، ما عليكم غير على هذه الوصفه. على بالي راح تعجبكم كامل ان شاء الله، سورتو مع المكون السري اللي فيها. الثالث مكون راح نضيفوه واللي هو الفلون تاع الكراميل. هذا الفلون راح يعطيكم ذوق خيالي في هذه التحليه ان شاء الله. دونك نحطوا 3 مغارف كيف 3 مغارف سكر، 3 مغارف نشا، و3 مغارف تاع الفلون كراميل. راح نحطوهم ونضيفوا عليهم صفار تاع بيضه، يعني هذه الكميه. دوك تشوفوا قداه الكميه اللي راح تخرج لي من هذه الكريمه الجوزيه. ولا كان تحبوا تضاعفوا الكميه ما عليكم غير تضاعفوا كل حاجه. راح نضيفوا عليهم نص فنجان تاع الماء ورد. نخلطوا كلش بارد في بارد هكا حتى نشوفوا باللي هذيك المكونات كامله دابت، يعني السكر داب والنشا داب هكا، باه ما يجيوناش هذوك الكتل. من بعد كي نحطوا الكريمه تاعنا هذه فوق النار، بعد ما تشوفوا باللي المكونات تاعكم كامله راهي دابت، راح نجيو نضيفوا كميه معتبره من الجوز اللي يكون مرحي، ما يكونش رقيق خلاص وما يكونش ثاني خشين، يعني مرحي وسط. ومن بعد راح نديوهم على نار تكون هادئه، نبداو نحركوا فيهم هكا بالفوي، نحركوهم حتى نشوفوا باللي المكونات كامله راهي امتزجت، ونبداو نشوفوا باللي القوام تاعنا بدا يتقال وبدا يشكل هذوك الفقاعات تاعنا. يعني لهنا راح نشوفوا باللي الكريمه تاعنا طابت وصارت جاهزه. قبل ما نطفيو عليها كي نشوفوا باللي ها راهي نشفت مليح واختارت، يعني راح نزيدو نضيفو كميه واحده اخرى تاع الجوز هكا باه تجينا الكريمه تاعنا معمره بالجوز مليح كما يحب الخاطر. راح نواصلوا التحريك كما راكم تشوفوا هكا. كي نشوفوها باللي سي بون راهي اختارت، ما خليوهاش تنشف خلاص. ومن بعد راح نجيبوها مباشره نحطوها في صحن تقديم. راح نفرغوها بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. شوفوا في الفيديو راح تبان لكم الكميه تاع الجوز اللي كنا حطيناها. ومن بعد التزيين كيف راح يكون بالجوز، على خاطر هذه كريمه الجوز باينه بلي كلش حيكون بالجوز. دونك انا هكا خيرت التزيين تاعي، حطيت حبات الجوز من فوق وحطيت شويه جوز يكون مرحي هكا على الاطراف. هذا التزيين يعني طريقه التقديم تبقى اختياريه، بصح الصح راهو في البنه وفي طريقه تحضير تاع هذه الكريمه. على بالي البنات لا كان جربتوها ان شاء الله النتيجه تاعها والبنه تاعها راح تكون على ضمانتي باذن الله. ما عليكم غير تجربوها، رايحين تحبوها بزاف ورايحين نديروا بها حاله في رمضان هذا ان شاء الله كما قلت لكم. دونك البنات وصلنا لافين تاع الفيديو هذا. ان شاء الله تكون الوصفه هذه عجبتكم وان شاء الله تجربوها. واذا كنتوا اول مره تشاهدوا قناتي ما عليكم غير تضغطوا على زر اللايك والاشتراك هكا باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله راح نشارك معكم بزاف الوصفات اللي راح تعجبكم في رمضان ان شاء الله. مرحبا بكم عندي والى اللقاء، الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.